صباح الفل. في محافظات بتبقى مشتعلة في قصة الفتنة الطائفية، يبقى فيها مشاكل طائفية فجة قوي وجامدة قوي، حتى ساعات الأمن بيعجز عن حل الأزمة واحتواء الأزمة. من المحافظات دي محافظة المنيا، مشتعلة دايما كده، وقرى كمان داخلية تحسهم فيها أزمات طائفية فظيعة، يعني اللي هو بنتلكك، يعني اللي هو ايه ده، انتوا مسيحيين معديين فتعالوا نتلكك. قرية النهاردة اسمها أشروبة في بني مزار، في المنيا. ناس هناك بتقول لك يا جماعة ما تفعلوا لنا القانون، يعني اللي ضربنا ما يتحاكم، مش هنقعد مع بعض نحل بالود ونقعد مع بعض والقسيس يجي والشيخ يجي ويبوسوا بعض والأزمة تزال قائمة. مع كل كنيسة بيحاولوا المسيحيين يفتحوها هناك بتحصل أزمة كبيرة جدا. في طبعا ناس عقلاء كتيرة جدا وحكماء من الإخوة المسلمين يقولك ماشي خليهم يعبدوا ربنا حسب اتجاهاتهم ويصلوا، اديهم بيصلوا، يعني يتلموا بدل ما يروحوا يشربوا مخدرات يصلوا زي الإخوة المسلمين. لما انت بتودي ابنك الجامع علشان تحافظ عليه وتديله قيم ومبادئ. فالنهارده قرية أشروبة تعدوا على أقباط النهارده. طبعا الأزمة بقالها يومين موجودة وفي احتقان من جوه، معرفش ليه الاحتقان بس موجود. بيقولك ايه، عايزين تفعيل القانون ضد المتهمين اللي اعتدوا على الناس النهارده. الحادث أسفر عن إصابة أبانوب جابر ناروز بقطع في شرايين اليد اليمنى والعظام وطعنة في الكتف والساق. تم استدعاء أطباء جراحة عظام وأوعية دموية وتجميل نظرا لصعوبة القطع باليد. عارفة انت اللي بيقطع شرايينه بيموت على طول، ففي صعوبة هنا، فجابوا يعني ناس تلحق الولد. أصيب حنا مجدي بالوجه وتم علاجه ب10 غرز، يعني ادوله حاجة كده. قامت الشرطة بالقبض على 3 متهمين اللي متسببين في الحادث. قالوا لك القرية دي بقى لها فترة بتعدي يعني او فيها ازمة او فيها احتقان، حتى ان اي حدث فردي نتيجة الحياة اليومية بيتحول لازمة كبيرة. من يومين في واحد قبطي وواحد اخر تاني مع بعض بيشتروا حاجات مستلزمات قبطية، تونيا مش عارفة ايه، حاجات خاصة بالمسيحيين. واثناء خروج القبطي اليوم النهاردة تم الاعتداء عليه واصابته بجروح بالغة كمان. أضافة تم نقل المصاب لصيدلية بالقرية. فوجئنا أكتر من 4 أشخاص رايحين الصيدلية بسيوف وسنج وقاموا بالتعدي على اللي موجودين بداخلها. أصابوا على أمير اللي احنا قلنا عليه، أمير ناروز جابر وأبانوب ناروز جابر وحنا مجدي ملاك شحاتة، وتم نقلهم للمستشفى بتاعة الجامعة اللي موجودة في المنيا. في واحد فيهم إصابته بالغة جدا، والحادث طبعا ادى لخوف وذعر في الاباط، لان ده ما بترساش على كده، بترسى ان بعد ما دول يموتوا او دول بعد ما يجرى لهم مشاكل يتعالجوا منها ويقبضوا على شويه من هنا وشويه من هنا. القريه بتعيش في حاله رعب، يخافوا بقى ان بقيه الناس المتطرفه تخش تموتهم تذبحهم تعملوا يولعوا. يعني في برضو احداث كانت بيولعوا في بيوت المسيحيين والمسيحيين موجودين جوه. والناس خايفة تودي ولادها المدارس، والولاد مدارسهم بعيدة فبيضطروا يمشوا مسافة، فالناس خايفة وقلق. وسبق وطالب أقباط القرية أثناء جلسة الصلح العام الماضي، يعني على طول في أزمات في القرية، بأهمية توفير مخبز بالجانب القبطي ووجود مدرسة. يا جماعة احنا هنعيش في الحتة دي، عايزين مخبز عيش ناكل منه وعايزين مدرسة علشان ما نحتكش ببعض. شوفوا انتوا واصلين لفين في المنيا، يعني دون الحتة دي وهنعيش في سلام علشان الاحتكاك والتحرش والمشاكل. يعني ايه، كل واحد في حاله. كانوا عايزين حلول جذرية ولكن لا توجد حلول جذرية. يعني ممكن الأمن يكون شاكرا بيجي يحل الأزمة ويحتوي الموقف في وقتها، لكن الداخل موجود، ما حلناش الازمه من الاساس وبنقبض على حبه من هنا على حبه من هنا، وبالاخر ايه، عايزين نسيب دول. عشان نسيب دول تعالوا تصالحوا ولا تزال المشكله قائمه. عايزين نعيش في وئام، عايزين نعيش في سلام،
علشان احنا في بلد واحدة، ما عندناش حلول، ما عندناش بديل، الاتنين عايشين مع بعض، لازم يكون هناك سلام. ما ينفعش احط الذعر في قلوب المسيحيين او شركاء الوطن، اسمهم كده صدقوني، شركاء الوطن. ربنا يبعد عنكم المشاكل ويحببكم في بعض. صباح الفل.